السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا دلوقتي عايزين نعرف ليه بينجّسوا الكلب، وليه بيقولوا إن الكلب ده نِجِس مع إن هو مخلوق طاهر. تعالَ نبدأ من البداية خالص، من بداية الصفر، عشان نعرف إذا كان الكلب ده نِجِس والّا مش نِجِس. بس ما حدش يقول لي في لعابه، وما حدش يقول لي في مناخيره، لإني هاقول لكم بعد كده في الحلقات الجاية إيه اللي حصل في لعابه، وإيه اللي موجود في مناخيره، وهيبقى بالدليل إن ما فيش نجاسة لا في مناخيره ولا في لعابه. أول حاجة عايزين نعرفها من الناس كلّها، يعني إيه نجاسة؟ يعني إيه نجاسة؟ هل النجاسة دي حاجة في الهوا، أو النجاسة دي سائل موجود في أيًا كان مكان، أو هي أفعال؟ خلّي بالنا هي النجاسة إيه؟ سائل والّا حاجة موجودة في الهوا والّا حاجة موجودة كtouch أو لمس، أو هي بالأفعال؟ يعني خلّينا نعرف يعني إيه الأفعال. نوصل لإيه النجاسة وعقابها والطهارة منها وإزاي نتخلّص منها. يعني لو الكلب ده نِجِس في أي حتّة يمشّيها يبقى هينجّسها، ما حدّش يقول لأ، طب نِجِس يعني نِجِس. طيب السؤال بقى اللي بيطرح نَفْسه، إزاي ربنا يخلق مخلوق بقلب طاهر وفي نَفْس الموضوع عنده النجاسة؟ يعني الاتنين عكس بعض. النهارده حلقتنا يعني إيه نجاسة، والنجاسة دي تبقى إيه، عبارة عن إيه، جسم والّا سائل والّا بودرة والّا هوا والّا أفعال؟ مستنيين إجاباتكم، والحلقة الجاية بقى هنشرح يعني إيه مناخيره وإيه لعابه اللي ربنا خلقه عليها. معاكم الكابتن عبد الكريم.